النهارده احنا في كفر الزيات. دورت على كل السوشيال ميديا ان الاقي مكان كويس في كفر الزيات، مفيش حد بيتكلم خالص عن كفر الزيات هنا. فالمهم سالنا الناس، احنا قاعدين هنا في الكافيتيريا، قال لك ان كبده الشرقاوي جامد قوي. فاحنا قلنا بقى نشوف كبده الشرقاوي. بيقول لنا ان احنا جعانين وبالمره يبقى اول ريفيو في كفر الشيخ عشان في كفر الزيات عشان مفيش ريفيوهات. دي كبده بالرده، بس انتوا شايفين كده حجمها عامل 25 جنيه. بسم الله. الكبده رده كويسه، بس طبعا يعني هيبقى في حاجات كتير هتبقى احسن منها، لان يعني مش احسن حاجه مقارنه باللي جايبينه، يعني مقارنه بالاسكندراني اللي زي ده كده. اكيد ده هيبقى اجمد، لان كده كده الرده ما فيهاش ابداع. والاسكندراني جامده وتكتسح الرده، بس الرده هتبقى اجمد لو جربتها مع سلطه الطحينه. مع سلطه الطحينه في حته تانية احسن من الاول بكتير. المشوي بقى من قبل ما ادوق هو المفروض ان هو يكتسح الاثنين اصلا. ده الشكل بتاعه كده طبقتين، دي ودي كده. قول بسم الله. المشويه اكتسحت كله باكتساح يعني جماهيري. ده جمبري برضه من عندهم، بس مش هعرف اقلبه اكتر من كده عشان ما يقعش. بس كل اللي انتوا شفتوه لحد دلوقتي سعره 25 جنيه السندوتش. الجمبري عادي زي اللي هو بيتباع في كيس مجمد، ما فيهوش اي ابداع. ما جاش معايا قوي. ده المخ اغلى واحد فيهم واقل واحد فيهم حجما، عامل 40 جنيه. بسم الله. المخ كان مش احسن حاجه، يعتبر هو السندوتش الوحيد يعني اللي مش هشتريه تاني، لان هو مش محتاج شويه ابداع ومحتاج شويه صرف عليه كده شويه كمان، فده ما عجبنيش قوي. تمام. كان معكم عبد الرحمن الجبري، وكانت تجربه بصراحه كويسه من كبده الشرقاوي في كفر الزيات، وتحيه مننا لكفر الزيات، وبنشكرهم طبعا. في ازازه ميه وقعت على الارض، ثانيه واحده. احنا قاعدين في كافيتيريا، في كافيه هنا على السريع. دي البركه، ناس محترمه جدا، نقاء الاثنين، مش مقاطعه. فدي يعني ناس فوق الوصف، ان حد لسه محافظ. كلهم بيجيبوا اكوافينا والحاجات التعبانه دي، بس دي ناس محترمه. احنا من اهل طنطا وجينا كفر الزيات، متشرفين جدا احنا جينا، وناس كمان في الاحترام. كان معكم عبد الرحمن الكبري، مع السلامه.